مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كتير مناح وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. صار لي زمان ما مصورة فيديو طويل، بس فيديو اليوم حيكون عن جد كتير مؤثر ومسلي بنفس الوقت، لانه حنحكي بموضوع جدا مهم، واللي هو حادخل فيه فورا وحبلش موضوعي وبدون مقدمات. من فترة بلشت اقرأ كتاب اسمه قوة عقلك الباطن، وصراحة ما أن خلصت الفصل الأول منه واكتشفت كتير اكتشافات غريبة. وصرت طبق شغلات يعني، وصار استغرب من الموضوع، فقلت انه انا حلخص هالكتاب هون وحامشي فيه فصل فصل. يعني مو انه تلخيص الكتاب كله بفيديو او فيديوهين، حامشي معكم يعني كأنما قرأتوا الكتاب ويمكن اكثر. هالشي ما حدا عمله على يوتيوب من قبل، يعني اذا لخصوا فبيلخصوا جزء عن الكتاب كله، بس انا حخليكم تعيشوا كأنما انتوا عم تقروا صفحة بصفحة، ما راح يفوت عليكم اي شيء مهم صدقوني. بنفس الوقت انا بحاجة لانه احكي هالشي اللي عم شوفه او اللي عم بقرأه مع حدا تاني، لانه بصراحة يعني انا مذهولة مصدومة مصعوقة من الشي اللي عم شوفه. فقلت لازم شارك هالشي هون واخذ رأيكم بالموضوع، لانه انا عقلي ما عم يستوعب هالشي اللي عم شوفه. خلونا نبلش بتلخيص الفصل الأول. أول شيء أشخصنها معكم شوي باعتبارنا مثقفين وكذا. فأول ما بتفوتوا الكتاب بيوضح لكم شغلة وبيقول لكم إنه هالكتاب رح يغير حياتك ويصنع فيه المعجزات، من خلال انه هو يخليك تعرف انه انت في عندك قوة رهيبة جوا عقلك وكيف تقدر تستخدمها. بعدين بيحكي انه هالكتاب له كتير مميزات، ومن اهم مميزاته انه هو عملي واقعي وكتير فيه سهولة بالاستخدام. يعني اذا انت او انتي موظفين او عندكم طلاب عندكم دراسة او اي شيء، فيكم تستخدموا وتطبقوا الطرق والنصائح اللي راح يقدمها الكتاب بأوقات العمل وبأيام العمل، وما في أي مشكلة. وفي إنه ميزة كبيرة بهالكتاب، واللي هو إنه هالكتاب راح يخليك تفهم ليش أنت مرات لما بتدعي ما بيستجاب دعائك. وبيقول جوزيف مورفي مؤلف هالكتاب إنه هو كتير واجه هالحالة وهالعصيان هذا، انه في كتير ناس تيجي بتقول طيب يعني انه معقول ما بتعرف السبب ليش انا بدعي كتير على شغله بس ما بتتحقق. فالاجابه حتكون على هذا السؤال موجوده بالكتاب، وحتفسر لك ليش هالشي بيصير، وحيكون في أجوبة لكتير من تساؤلات ممكن تواجهك البشر بشكل عام. يعني بتربطنا كتير نقاط مشتركة بهالأسئلة هاي. هالكتاب بيقلنا انه هو ما رح يخلي شيء ما موجود عندك يصير موجود عندك، بالعكس انه هو رح يخليك تعرف كيف تتعامل مع طاقة وقوة رهيبة اصلا هن موجودين عندك من قبل ما ولدي وما ولدك. بس هو حيعطيك طرق بهالكتاب لحتى انت تبحث على هذا الكنز الموجود داخل كل انسان فينا، ونعرف نطالعه ونستخدمه، لانه هالكنز هو عن جد شيء بيقدر يحقق المعجزات، وبيقدر يعني كيف بدي اقول لكم، يعني شوفوا بالمختصر بدكم تفكروا انه انتم في بجواتكم مصباح علاء الدين السحري، هذا الفانوس السحري، مجرد ما انه تلمعوه وتطالعوه كل شيء بدكم اياه هو راح يحققه. يعني راح ينقذكم من الفقر والتعاسة والاحباط والفشل والاكتئاب واي شيء. حتى راح لكم شيء او بلا ما لكم، خليني ماشيه منتظمه اكثر لانه الخير لقدام. جاهزين لتنصعقوا؟ عمو جوزيف بيقلكن انه كل الظروف والاحداث والمواجهات اللي بتصير بحياتكن هي مجرد ردة فعل من عقلك الباطن، لا هي قدر ولا هي الصدفة ولا هي شي من هدول الأشياء. وبيقول لك انه تذكر انه مو اللي انت بتعتقد فيه حيصير، اللي عقلك الباطن معتقد فيه هو اللي بيصير وبيحقق نتيجة.
عمو جوزيف شو قايل؟ قايل انه اذا انت فقير فهذا الشيء انت، يعني الفقر بشكل عام انت اللي مخترعه لنفسك. مثلا لما انت بتشوف سيارة وبتقول اوه والله انا ما فيني اشتري هالسيارة، او بتقول هاي كتير غالية، مجرد قولك هاي الجملة انت عطيت لعقلك دليل انه انت مهما حصل، مهما يصير، مستحيل انك تشتري هاي السيارة. فعقلك هو خادم مطيع لإلك، فورا سمعك وقال لك سمعا وطاعة، وسمع كلامك وقرر انه خلص ما راح يحقق لك ابدا انك انت تشتري هالسيارة. على عكس انه لو شفت شي وبدك اياه، مثلا بيت، وانا اكيد بالايام راح اقدر اشتري هذا البيت، انا واثق، مثلا لو قلت هيك بدري كيف معجزة الهية عقلية فكرية ما بعرف هالبيت راح تشتري. انا ما دخلني، هو هيك قايل، انتو قولوا ما عليكن. فعطى مثال عن طالبة لإله، وقال انه في كان عم بعرف طالبة حكت لي قصة اللي صارت معه، وهي انه بعد ما راجعة من محاضرتي شافت شنطة بمحل وكتير عجبتها، وكانت هيك يعني قعدت صفنت بهالشنطة. بعدين هيك كانت على نتفة بدها تقول انه انا كالشنطة غالية وانا ما في اشتريها، وبعدين تذكرت اللي هو درسها اياه بالمحاضرة واللي كان انه لما انت بتجي لتنطق باي شيء سلبي ما تحكي، بالعكس اعكسه وشوف يعني الاندهاش اللي رح تندهشه بحياتك. فهي تذكرت هالشي، وبعدين قعدت تقول هالشنطة إلي، وهي راجعة على البيت يعني طول الطريق قعدت تقول هالشنطة إلي، أنا بقدر اشتريها، هي أصلا معروضة للبيع. المساء بذات اليوم هي كانت موعدة خطيبة، فراحت لحتى تتعشى هي وياه، وإذ فجأة سبحان الله جايب لها هدية، وهالهدية هي نفس الشنطة اللي شافتها. ايش يعني هلا بيعطينا درس ملاحظات انه كيف نخلص مصرياتهم ولا شو؟ يعني على قولة هاي خلصي له مصرياته، يعني انا ما عم بستوعب شو جاب بالال، يعني انا ماني فهمان يعني شو دخل الترابط، كيف شو هالشي له علاقة بعقلنا الباطن ولا ما بعرف. جد انا بهاي القصة دايخة، انا بدي حدا يقول لي تفسير منطقي، بس يعني يحكي لي تفسير وشي يعني لو قصة هاي، لأنه أنا أوت. المهم فرجعت الطالبة وحكت له للأستاذ جوزيف هذا عبقرينه، يعني ما بعرف والله أنا هاي القصة ما زبطت، ما خرطت مشطي. مهم رجعت قالت له انه انا صح ما كان معي مصاري، بس هلأ رح اعرف وين بيكون مصاري، وانه انا عندي كنز ابدي بداخلي وعرفت استخدمه، ومن هاللحظة رح ابدأ واساوي. وهيك كانت القصة. طيب، وهلا في عنا هيك بس كم عبارة محطوطين بنهاية الفصل الأول، باعتبار واشكنا مهم، باعتبار قربنا بلا فلسفة، باعتبار إنه قربنا نخلص الفصل الأول بالكتاب، واللي هن بيقول لك إنه عبارات تستحق التذكر، حاول إنه تكتبوها وتخلوها دائما جنبهم وحواليكم، واللي هي نمبر 1 بيقول لك إنه عقلك الباطن عنده حل جميع المشاكل اللي بتواجهها بحياتك واللي ممكن انك تواجهها. بيعطيك مثال، بيقول لك مثلا لو انه انت قبل ما تنام قلت ورددت بينك وبين نفسك انا بدي اصحى بتمام الساعة كذا، عقلك رح يفيقك الساعة كذا. احذروا هالمرة مستر جوزيف شو قايل لنا. بيقول لك انه عقلك الباطن هو المسؤول عن أجهزة جسمك كلياتها. لو أنت مريض بأي مرض، قلب، سكر، أي مرض ممكن يخطر على بالك، هو عنده طلاب وأساتذة بالجامعات كانوا بيعانوا من أمراض وهو قدر يشفيهم عن طريق عقله الباطن. وأمراض يعني إنه مو دوخة ولا وجع راس. فمهم انت قبل ما تروح تنام تمنى بس انه انت يكون عندك صحة ممتازة، وهذا اخر شي تفكر فيه قبل ما تنام، ورح تشفى من اي مرض بهاي البساطة. بس يعني حاليا وضع الدكاترة
لا يا راجل. يعني وضع الدكاترة حرفيا حاليا اللي بيدرسوا 6 سنين وبيتعبوا وبيعملوا كل شيء، حرفيا هيك وضعهم بعد ما مستر جوزيف حكى لنا الحكي اللي بكتابه. بس خليني اقول لكم شيء بصراحة، انا تقريبا من 2 أو 3 أيام جربت هالشغلة، كان راسي عم يوجعني يعني وجع مش طبيعي. جربتها وصارت صراحة. ما بعرف إذا هي الصدفة أو شي كان عن وقتها، ما بعرف. بيقلك كل فكر بتفكر فيه هو بحد ذاته سبب، وكل ظرف أو أثر بحياتك بتمر فيه هو نتيجة تفكيرك أنت، مش نتيجة أي شي تاني، مش قدر ولا وضع ولا ظروف. يعني أنت سبب كل شي بتعيشه حرفيا. ما تستخدم أبدا عبارات بتدل، عبارات سلبية، يعني مثل إنه أنا ما بقدر أعمل هيك، هالشي كتير صعب، أنا ما بقدر أوصل، أنا ما بقدر جيب كذا، لأنه عقلك هو بأمرتك أنت، عقلك الباطن طبعا. كل شي بتحكيه وكل شي بتقوله بياخده وبيعمل فيه. فأنت دائما اعكس الجمل السلبية بالإيجابية، وقول إنه أنا بقدر أعمل كل شي وبقدر ساوي هالشي بس باستخدام عقلي الباطن، والأمر كتير سهل وإيزي. وأخيرا وليس آخرا بيقلك غير فكرك لحتى تغير مصيرك. بس والله لهون نكون خلصنا نهاية فيديو اليوم. اتمنى يكون عجبكم، حبيتوه، استلمستوا فكرة او اي شيء ممكن يشتكن. واذا حبيتوا اكتبوا لي لحتى اكمل بالفصول اللي جاية. بس اشوفكم بفيديو جديد. باي.